رئيس مودرن سبورت يرصد مكافآت مالية كبيرة للاعبيه لمواصلة النتائج الإيجابية وتعطيل الزمالك. ميدو يستعد للظهور ببرنامج أوضة اللبس عبر شاشة النهار. الزمالك يحاول إخفاء أزمة أحمد حمدي الذي رفض فيريرا الاعتماد عليه بسبب أزماته. الزمالك يصر على إظهار غياب شيكو بن زاي كإصابة رغم أن الأمر انضباطي. الإمارات ترفض طلب الزمالك بإلغاء غرامات 600 ألف درهم على دونجا وشلبي وعبد الواحد. الإعلامي شادي عيسى يتعرض لتهديدات بسبب انتقاده شيكابالا. العين الإماراتي يطالب بحكام أجانب لمبارياته حتى نهاية الموسم. الاتحاد الإماراتي يرفض طلب العين ويدافع عن التحكيم المحلي. ياسر ريان ينتقد اعتماد المنتخب على الشناوي أساسياً بغض النظر عن مشاركته مع الأهلي. ياسر ريان يطالب مصطفى شوبير بتقبل الانتقادات وعدم الرد عليها مثل والده. خالد بيومي يشيد بمدرب المصري نبيل الكوكي ويعتبره الأفضل في الدوري حتى الآن. بيومي يؤكد أن ديانج أثبت أهميته ولا يستحق الجلوس بديلاً. بيومي ينتقد ريبيرو بسبب قرارته ضد محمد شكري وإشراك كريم فؤاد مكانه سريعاً. بيومي يطالب يوريتيتش مدرب بيراميدز بالهدوء والتوقف عن العصبية. يرى أن بيراميدز بإمكاناته الكبيرة قادر على منافسة الزمالك على المركز الثاني. بيومي ينتقد مدرب الزمالك بسبب توظيفه لناصر ماهر وآدم كايد في مباراة المقاولون. الحكم السابق إبراهيم نور الدين يعتبر أزمة محمد هاني مع معروف بلا داع، مؤكدا أن النتيجة كانت محسومة للأهلي. نور الدين: التحكيم المصري ما زال به نواقص ونتمنى أن ينتهي الموسم بسلام.